بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية المتحدث سويلم بوعمود، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ورئيس الفرع الجهوي بجهة الداخل والذهب. عملنا على مستوى الجهة كمرصد وطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالجهة يختصر دائما على تتبع ملفات اللي هي شائكة في المنطقة حقيقة، ومن بينها آخر ملف تم إثارته من طرف المرصد بالداخلة بخصوص الإعفاء الأخير للمدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية اللي تم نقله من الداخلة صوب قليميم، ومن بعد خلاصات ما بين الوزارتين، وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أحيل على الإعفاء. وكنا كمرصد بالجهة دائما في وطور تتبعنا للملفات اللي كنقولوا بأنها شائكة، إذن اللي هي حساسة واللي هي ترجع على الساكنة ككل، خصوصا في الوعاء العقاري اللي هو ملك للجميع وملك لجميع الأجيال القادمة، وهو مخزون مشترك بين الأجيال. ارتأينا باش نرفع واحد البيان بصفتنا كهيئة حقوقية مدنية من أجل باش نحطوا نقط، وكنا اختصرناه في البيان الأخير، وكان من بين النقط ألا وهي مطالبنا اللي وجهناها للنيابة العامة باش تفتح تحقيق عادل ونزيه في النازلة، لأن الإعفاء بغينا نعرفوا أشنو النوع من الإعفاءات هذا، وبغينا تطبيق القانون في المسألة، لأنه دائما من خلال الخطابات الملكية السامية وكانت الإشارات واضحة من الخطابات كون ربط المسؤولية بالمحاسبة. ونحن ما تكلمنا في هذا الجانب نكون على أننا جينا وتكلمنا، لا، ما يخوله لنا القانون بصفتنا شركاء في المسألة، واخترنا باش نقربوا المواطن من المسألة والأمور تاع الإعفاء. طالبنا حتى احنا بدورنا أنه ينفتح تحقيق في المسألة باش نعرفوا هذا الوعاء العقاري اللي هو كنعتبروه زادنا، كنعتبروه مشترك ما بين الأجيال كما نشرنا في المسألة. والمسألة الثانية والمهمة على أن الداخلة، ومن كنقولوا الداخلة كنقولوا واحد المنطقة اللي هي الحمد لله تزخر بخيرات كثيرة ومتنوعة، ودائما نبغوا المسؤول يعود فيه روح المسؤولية، يعود مسؤول بمعنى مسؤول كما جاه، ويكرس القانون بحذافره. ودائما نبغوا السلطة الوصية تعود تطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الوقت آني باش نتحركوا كاملين، نتحركوا ونقبضوا له زمام الأمور بكل مصداقية بكل شفافية لتأسيس دولة المؤسسات، لأنها حقيقة المواطن اليوم البسيط يرى الأمور كأننا في غابة، إن صح التعبير كنفهموا على أننا في غابة هذا المواطن البسيط. ودائما لتقريب الصورة للمواطن كون أن هناك هيئات حقوقية تتحرك في المسألة وتقرب الصورة الواضحة للساكنة. نحن متبعين الملف وعن كثب، والملف أموره الحمد لله ماشية في أحسن ما يرام، في انتظار كلمة النيابة العامة. ودائما نلح على الكلمة أن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في المسألة، لأنها ستصيب الواقع اللي نحن باغين ينصاب بالضبط. لأنه الداخلة ما يمكننا على أن نتكلموا عن واحد الوعاء عقاري يعد بواحد الكم هائل، وفي نفس الوقت وكيقول لك استثمارية، ومنين نجي نشوفوا الاستثمار كنجبروه ضئيل مقارنة مع ما هو مروج له على أرض الواقع، مخالف لما هو على أرض الواقع، ما هو على الأوراق مخالف لما هو على أرض الواقع. وفي هذه المسألة دائما كنخلوها، ما نبغوا نسبقوا القضاء، ما نبغوا نسبقوا التحقيق، ما نبغوا نسبقوه بالتأويلات ديالنا، ولكن هو كفيل بالرد في هذه المسألة. هذا من ناحية. من الناحية الثانية نحن كمرصد عندنا مجموعة من الملفات، ثرنا مجموعة من الملفات، ودائما كنتناولوا ملف ما كنسدوا ملف حتى نحسوا بأننا انتهينا منه، ودائما كنتابعوه.
وهذا دائما يرجع بربط الاتصال المباشر مع المركز تاع المرصد من بما فيه من أناس حقوقيين ومحامون وناس قانون وناس الحمد لله كوادر ولهم دراية كبيرة في القانون، وكان ربط الاتصال بشكل مباشر من أجل دائما حلحلة الأمور ونحطوا الحقيقة كما هي. لأن الأمور اليوم إن صح التعبير نحن في أمس الحاجة للعمل الجاد من أجل إنهاء، ما نقولوش بأننا غنقضوا على الفساد نهائيا، لأن الفساد مترعرع مع الأجيال ومستحيل على أننا غنسالوا الفساد 100%، ما يمكن، ولكن على أي نقضوا على البعض من فيروسات الفساد. إن لم نستطع كسر الفساد من جذوره أو انتزاعه من جذوره، على الأقل مرة نقطعوه باش ما يزيد ويتفشى ويصبح عدوى متفشية تنتقل للأجيال القادمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك ملفات شائكة، ونحن دائما كنوجهوا الرسالة هون للسلطات على أن المرصد في أمس الحاجة لمد يد العون في المسألة، لأن المسألة لا تعنينا كهيئة وإنما تعني الجميع، ونحن كنحسبوا روسنا على أننا كنشاركوا في هذه العملية خدمة للقانون وتطبيق القانون بحذافره مع تطلعات الساكنة المحلية، لأن عندها تطلعات كبيرة وخص الإنسان يعرف تطلعات الساكنة، خص الإنسان يعرف تطلعات الساكنة، وكنسطر تحت هذه المسألة وخصوصا تماشيا مع الخطابات الملكية السامية، لأن عاهل البلاد أشار كما من مرة وأعيد، وأشار للنقابات وللهيئات وللمسؤولين وللمنتخبين على أنه لولا تعاونهم راه ما كاين إصلاح. الإصلاح دائما لأن يد الله مع الجماعة. ومن هذا المنبر الإعلامي كما نشكروا الداخل المباشر، وهذه تقريبا تعد هي الثانية من الاستضافات على الداخل المباشر، نبغوا نبلغوا رسالة للجميع على أن المسألة تحتاج لضفر الجهود والتعاون ما بين النخبة والسلطة والمجتمع المدني والهيئات بكل أشكالها لما يخدم الصالح العام. ونحن أملنا في الله كبير دائما، لأننا نرجع دائما الأمور ترجع لله عز وجل. أملنا في الله كبير على أن المسألة تنحل، وبالخصوص هذا الملف، لأن الملف متابع من الكبير والصغير. وكنا شرنا ودرنا واحد الإعلان للساكنة ككل، أي متضرر في المسألة ياك دائما توضح الصورة وتكون الصورة واضحة، لأننا بصفتنا كهيئة نستقبل إلى اليوم طلبات مؤازرة من طرف المتضررين من مسألة اللي هي مسألة هذا الإعفاء، وما لن أقول ما يشوبه، لأن أصابع الاتهام المتهم دائما بريء حتى تثبت إدانته، ولكن خالقة بعض الاختلالات خاصة تعالج في العاجل القريب. ونحن من هنا كنوجه عاود نداء مرة ثانية لجميع الساكنة من هو متضرر في المسألة. المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الداخل وواد الذهب فاتح يد المساعدة للي كامل عنده شكاوي يتقدم طلبات مؤازرة، ونحن راه الإشارة من أجل باش تخذ الأمور مجراها القانوني. وهذا والسلام.